واول حاجه غادي نبداو بها هي الحشوه. غادي نحتاجوا واحد الحبه كبيره ديال البصله مقطعه رقيق، غادي نديروها مع شويه ديال الزيت، غادي نخليوها تقلى واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنزيدوا عليها 2 حبات ديال الخيزو، الحجم ديالهم يكون كبار، مع واحد الحبه ديال القرعه حتى هي الحجم ديالها كبير، محكوكين في الحكاكه الغليظه. غادي نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الابيض، وشويه ديال السكينجبير. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجو 5 ديال الكيسان ديال الفرينه، شويه ديال الملح، نص ساشي ديال الخماره يعني تقريبا 4 غرام، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخماره حبيبات، 2 معالق ديال الخل، وغادي نحتاجو ايضا 2 معالق ديال الزيت. وغادي نجمع بالماء اللي كيكون شويه دافي، غير واحد شويه. صافي كنخلي العجينه ديالي تعجن مزيان. طبيعه الحال تقدروا تعجنوها غير باليدين ديالكم. هنا عندي العجينه تعجنت مزيان كما كتشوفوا معايا، اولا دلكت مزيان. عندي خليط ما بين الزبده والزيت، وعندي الزيت فقط. غادي نشكل كويرات اللي كتكون صغيره الحجم. المهم انا هاد العجينه خرجت لي 12 كويره. بالنسبه للحجم ديال المملحه يعني ماشي صغير بزاف وماشي كبير، الحجم متوسط. غادي نغطيهم بالسلوفان ونخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. وهنا من بعد ما بردت الحشوه غادي نضيف واحد العلبه ديال الطون. غادي نخوي هذيك الزيت وغادي نضيفو. صراحه هاد الحشوه يعني بسيطه بالخضر. وغادي نضيفوا لها انا واحد الحك ولا 2 ديال الطون، وكتجي بنينه بزاف. وغادي نسم بالزعتر. ومن بعد ما ارتاحوا مده ديال 10 ديال الدقائق، يعني ارتاحوا مزيان باش يساعدونا في التوراق. هنايا غادي نبدا باول وحده شكلتها. كما كتشوفوا معايا كندهنها بالزيت ونبدا كنورق فيها. ما كنستعملش الزبده لان الزبده كتقطع العجين. هنا غادي نسرحوها مزيان مزيان حتى يبدا يبان السطح ديال العمل. ضروري باش المملحه ديالكم تجيكم مقرمشه ويجيوكم طبقات رقاق، وما تجيكمش يعني العجينه مدقسه. ضروري ما ترققوا العجينه اولا الكويره مزيان كما كتشوفوا معايا. كندير شويه ديال الزبده، من بعد كنطوي الجوانب، كندير القليل من الزبده وكنطوي عاوتاني الطريقه كما قلت لكم ديال المسمن العادي. وغادي نستمر اخواتي حتى نكمل الكميه اللي عندي، دائما بنفس الطريقه اللي درت معكم في الاول. يعني المسمنه الاولى والثانيه كنورق مزيان حتى يبان السطح ديال العمل. كندهن شويه ديال الزبده، كنطوي الجوانب، وعاوتاني كندهن شويه ديال الزبده وكنطوي. صافي من بعد كنجيب اول وحده شكلتها اللي كتكون ارتاحت مزيان. صافي كنبدا كنبسط فيها كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للحشوه
يعني راها بارده، وضروري ما تكون بارده، لان الا درتوها شويه حاميه او لا سخونه غادي تقطع لكم العجين. ندير واحد شويه تقريبا، المهم ماشي في الوسط، تقريبا في هذا الجانب، ومن بعد كنطوي صافي. وكنجيب هكذا الجراره ديال البيتزا كنقطع الجوانب باش يعطيني واحد الطريقه اللي كتكون زوينه في هذه المملحه. بالنسبه لدوك البقايا ديال العجين اللي قطعتهم كما كتشوفوا معايا، كنحاول انني نزين بهم المملحه ديالي هكذا ما كيطرماوش وكيعطيو واحد الشكل زوين. كنجيب المسمنه الثانيه وكنحاول انني نبسطها كما كتشوفوا معايا، كندير شويه من الحشوه وكنطوي بالطريقه اللي كتشوفوها معايا صافي. كنحاول انني نضغط في الوسط ومن بعد كنقطع الجوانب. الطريقه ديال الطياب كما قلت لكم ضروري ما الفران يكون مسخن مزيان من قبل. ندخلوا المملحه ديالنا طيب على 250 ولا 230 درجه، المهم اعلى درجه عندكم في الفران، تقريبا واحد 7 ديال الدقائق، ومن بعد نقص لهم على 170 درجه يكملوا الطياب ديالهم. من بعد نشعل لهم من الفوق يتحمروا وكيكونوا واجدين. المهم انكم تدخلوهم للفران اللي كيكون سخون من قبل، وكتخليوه يعني مجهد تقريبا واحد 7 ديال الدقائق ولا 8 ديال الدقائق حتى يبداو يتشمعوا او لا ينشفوا، ومن بعد نقص لهم البوطه ونخليهم يطيبوا هكذا بهذه الطريقه هذه باش يتورقوا. وهنا عندي واحد الحبه ديال البيض، خلطت معها واحد 2 قطرات ديال الخل، غادي نخلطهم وغادي ندهن بهم المملحات اللي صراحه كيجيو اكثر من روعه. وفي الاخير غادي ندير عليهم هنايا السانوج وجنجلان، وغادي ندخل الصينيه الاولى طيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال المملحه ديال هذا النهار. هذه الصينيه الاولى. بالنسبه للصينيه الثانيه راها كطيب. كما شفتوا معايا العجينه خرجت لي 12 حبه. شوفوا معايا المملحه كي كتجي مورقه صراحه ومقرمشه من برا ورطبه من الداخل، والحشوه بنينه بزاف، وبطبيعه الحال كما شفتوا معايا ماشي مكلفه. وهذه الصينيه الثانيه يعني من بعد ما خرجتها من الفران صراحه كيجيو زوينين بزاف.